الحبايب مساء الخير. هوريكم فيديو للفنان جمال سليمان وهو بيعنف واحدة من المعجبات ومرضيش يتصور معاها. تعالوا شوفوا كده، علشان طبعا يعني ناس كتير قوي قالت ايه ده، لا ده قلة ذوق من الاستاذ جمال سليمان، وهحكي لكم الحكايه. يلا بينا. ابوس ايدك سيبي في اكتر من كده. طيب زي ما انتم شفتوا كده، هو الراجل قال لها ابوس ايدك ابعدي عني، انت عايزه حاجه اكتر من كده؟ هو كان طبعا متعصب ومتنرفز. انا اول ما شفت الفيديو ده قلت لا، يعني هناك شيء خفي، يعني في شيء خفي في الموضوع، دي نص الحقيقة، في جزء غايب من القصة نفسها. لأن أنا عاهدت الأستاذ جمال رجل محترم ورجل خلوق جدا جدا، ويعني ما تطلعش من بق العيبة، وراجل متواضع فوق ما تتخيلوا مع أي حد يعرفه أو ما يعرفوش، تمام كده. وهو يعني بيحترم الجمهور. لما تحققت عرفت إن هذه السيدة هي مش صحفيه زي ما في بعض الناس قالوا، ولا معجبه من المعجبات اللي هم مثلا بيتصوروا خلاص، ولكن هي من الشخصيات التي تطارد المشاهير. ويمكن في حد كان معدي وراها كده، ده معروف جدا في الوسط عندنا ان ده شخص برضه متطفل، ايوه زي ما بقول كده، هو بيطارد المشاهير ويطاردهم في كل الحفلات. بيدخلوا مش عشان يتصوروا صوره باحترام ويمشي، لا ده ممكن يضايقك، ممكن يضايق الشخص، يعني الفنان، مش لازم فنان بس، فنان بقى، مذيع، لعيب كوره، معرفش ايه، يعني حاضر تكريم او حاضر ما بتاع، يعني مكان حفله رسميه، وتلاقي في حد بيطارده بهذا الشكل، ويعني بيقول له كلام غريب، وبيطلب طلبات غريبه وحاجات كده. فاوقات الفنان بيخرج عن شعوره للامانه يعني. فالاستاذ جمال هو للامانه لا هو تطاول ولا شتم ولا الكلام ده كله، ممكن يكون احتد فقط لا غير بشكل ممكن يظهر لكم غير لائق، ولكن انا متاكد بنسبه مليار في الميه ان هو ما خرجش عن شعوره بهذا الشكل الا اذا يعني كان الشخص او الشخصيه اللي قدامه فظيعه لا تطاق. فانا مش دفاعا والله عن جمال سليمان، ولكن انا عايز اقول لكم مثلا، انتوا شفتوا الناس اللي كانت بتطارد مثلا عمرو دياب لحد الحمام، لدرجه ان هم ايه جرى ايه يا ابني انت وهو، انت انا داخل الحمام، يعني انتوا هتصوروني انا في الحمام؟ اه في كده. وانا شاهدت على مواقف، انا في ناس كانت بتروح لما عرفت عناوين بيوت فنانين، مش مثلا مش 5 ولا 10، لا ده 100 واحد، ويفضلوا واقفين تحت بيته من الساعه 7 الصبح محاصرينه، مين بيدخل له ومين بيخرج من عنده، وهو مراته شكلها ايه، وولاده شكلهم ايه، وقت يصوروا خلسه وعايزين يتصوروا معاه، واللي عايز يمثل واللي عايز يغني، واللي مش عارف مش عارف امه في المستشفى. بصوا تفاصيل بقى، هو يعني ما يعرفهمش، يعني هو ما هو ممكن اي حد يقول له ما اعرفش ايه. فحياه بشكل لدرجه ان هو مره قال لي قول لي اروح اسكن فين فوق المريخ، قول لي اعمل ايه. وانا عمري ما شخطت في حد وعمري ما اعرفش ايه، بس ده شكل. طب هل ممكن مثلا ابلغ البوليس؟ الناس ممكن مثلا يعني هتقول عليا ايه؟ يعني الناس الجمهور العادي اللي هو المحترم هيقول عليا ايه لو انا بلغت البوليس؟ يقول لك يا عم ده انت كمان بتبلغ البوليس لمعجبينك. ما هو دول مش معجبين، ده دول ناس قاعدين لي اربعه، بيقول لي والله اوقات بيقعدوا مثلا بال 18 ساعه، من الساعه 7 صباحا مثلا لحد تاني يوم الفجر، وهم مش سايبيني. ايه بقى؟ فيعني لازم تتاكدوا، وده خدوها مني انا، والله العظيم جمال سليمان من الاشخاص دمسة الخلق جدا والمحترمه جدا، واللي بتحب الجمهور وبتحترمه جدا، والمتواضعه جدا والمثقفه جدا. بس نقطه، فول ستوب. شكرا جزيلا.